بالبلدي كده يعني ايه اتخاذ القرارات؟ ببساطة هو الاختيار بين بدائل او حلول مختلفة ومتنوعة. احنا كل يوم بناخد قرارات في حياتنا، هناكل ايه، هنروح فين، هنخرج مع مين. في علم النفس موضوع القرارات ده اكبر شوية، ان اتخاذ القرارات ده عملية معرفية بتعتمد على طريقة تفكيرنا، قيمنا، معتقداتنا، وحتى مشاعرنا. وانه القرار ممكن يكون عقلاني يعني مبني على المنطق والعقل والمعلومات، او غير عقلاني يعني متأثر بالاهواء او بالميول او بالمشاعر. وده ياخدنا لنقطة مهمة، امتى قراري يكون مبني على المشاعر او الحدس بيسموه، وامتى ابنيه على المعلومات والمنطق. الحدس او المشاعر بتحس ان هو حاجه طالعه من جواك، تبقى سريعه، بيقول لك تعمل ايه من غير ما تفكر كتير، وده غالبا بيكون ناتج عن خبراتك اللي فاتت. اما القرارات المنطقيه او العقلانيه دي بتحتاج معلومات، نبدأ نحلل، نقارن بين بدائل مختلفة، وبناخد قرارنا بناء على المنطق. وده طبعا بيكون مهم جدا في القرارات المصيرية أو القرارات الكبيرة اللي هتأثر علينا في حياتنا. طب إيه العلاقة بين حل المشكلات، الحلقة اللي اتكلمنا عليها ممكن ترجع تشوفها، وبين اتخاذ القرارات؟ ببساطة اتخاذ القرارات هو جزء أساسي من حل المشكلات. انت علشان تحل المشكلة بتاخد كذا قرار، بالتالي حل المشكلات دايما محتاج لقرارات. طب ايه انواع القرارات في حياتنا؟ ببساطة هم 3 انواع. في القرارات الروتينية، هتصحى امتى، هتنزل امتى، هتشرب ايه، هتاكل ايه. في القرارات التكتيكية زي التخطيط لليوم بتاعك او ليوم الشغل. ثالث حاجة هي القرارات الاستراتيجية، ودي القرارات اللي هي لونج تيرم، القرارات المصيرية اللي فعلا محتاجة تفكير وروية وعقل.